أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأتموا هذه فيها فأكملوا فقدوا نعم. ترتب على ذلك مذهبان. صحيح. ولا تتم من حيث بدأت. شفت بقى جمع الروايات هنا مهم جدا. باب ما سجد فاسجدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 6 أشهر مضت على استشهاد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي على يد زبانية وطغاة العصر، ووسط صمت العالم كله، ونحن نرى يمنة ويسرى لا صوت يدافع عن المسلمين. في الفترة الماضية زادت الحالة المصرية سوءا بعد سوء. نحن نلحظ أن هناك حالة فشل شديد في إدارة ملفات الحياة في المجتمع المصري، سواء الحالة الاقتصادية أو الحالة التعليمية أو الحالة الثقافية أو الحالة الاجتماعية. في الفترة الأخيرة في خلال 30 يوما الماضية حالات الانتحار تكاد تكون شبه يومية، تصرخ فينا جميعا أن هناك حالة يأس وحالة انسداد في الأفق، فالناس تنظر يمنة ويسرى ولا تجد أملا ولا حلا، سواء في الحياة السياسية أو الحياة الاقتصادية أو بقية مناحي الحياة. كذلك فشل وعجز عن حل القضايا الكبرى التي تخص وتهم الشعب المصري، وفي مقدمتها أزمة سد النهضة الذي يهدد الشعب المصري الذي عاش كريما على ضفاف النيل، تهدده اليوم بالمجاعة، تهدده اليوم بالجفاف وبالعطش، والانقلابيون يعجزون عن حل هذه القضايا والخروج بمصر من هذه الأزمات. كذلك فيما يتعلق بحل مشكلات الاقتصاد ومشكلات الإرهاب الذي زرعه الانقلابيون والذي يرعاه الانقلابيون، حالة الطوارئ التي لم ترفع حتى الآن، حالة التصحر وجفاف الحياة السياسية، لا أحزاب حقيقية، لا وجود للرأي، حالة اعتقال الوطن. نحن الآن في حالة وفي مرحلة اعتقال الوطن والشعب بأكمله، فهذا كله ينذر بمزيد من الخطر القادم ويفخخ المستقبل أمام الشعب المصري. الله يكون في العون الشعب المصري. نحن نريد أن يكون العالم الإسلامي والشعوب المسلمة أن تكون على وعي وإدراك وفهم لما جرى ولما يجري الآن، لأن الشعوب أكثر تعاطفا مع قضية الشعب المصري اليوم. الشعوب كانت هي المبادرة وكانت هي المتبنية لقضية الشعب الفلسطيني وقضية الشعب السوري وقضية الشعب المصري اليوم، فيعني نستنهض همم هذه الشعوب وأن يكون لها صوت عالي. إن المظاهرات التي كانت في الأسبوع الماضي في اسطنبول وفي مدن تركيا يعني أشعرت المصريين أن لهم أخوة في العقيدة وفي الدين، يهتمون لهمهم ويهتمون لمصابهم. هذه رسالة إيجابية كانت من الشعب التركي، ونأمل أن تكون بقية الشعوب على هذا المنوال. الجماهير ملاعب كرة القدم في المغرب العربي لها وقفات، يعني حتى في لبنان المتظاهرون هناك يلعنون السيسي
ويقول لا إله إلا الله، السيسي عدو الله. وجماهير الكرة في المغرب، في تونس، في الجزائر، كل هؤلاء يهتفون يعني مساندين لفلسطين ومساندين للشعب المصري. نأمل مزيدا من الوعي، مزيدا من الحركة، مزيدا من رفع الصوت لإيصال رسالة للمسؤولين في بلدانهم، ورسالة للمنظمات الدولية التي نفضنا أيدينا منها. لا أمل في هذه المنظمات الدولية ولا في حكومات الدول الغربية التي يعني نصنفها أنها تخاذلت عن نصرة المظلومين وعن محاربة الظلم، بل بعضهم يمكن للظالمين ويمكن للطغاة، يمكن الحكم العسكري الفاشستي اللي موجود في مصر أو موجود في مناطق أخرى. قريبا يعني طالعنا الأخبار عن إخواننا المسلمين في الصين الإيغور، هؤلاء من لهم إن لم يقف المسلمون معهم. قضايا كثيرة يعني تهم الأمة الإسلامية ولا يتبناها إلا الشعوب، فنحن يعني أملنا في الله تعالى ثم في الشعوب. يعني أستحضر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. إنما هي رسالة للجميع أن نكن مع الله تبارك وتعالى، وأن نتسلح بالإيمان وبالوعي وبالعلم، ثم نقف وقفة رجل واحد، يعني نكون جميعا سندا للمظلومين، ونعلم أن نصرة المظلوم ومقاومة الظلم هي من القيم العليا في الإسلام. من مقاصد الشريعة الإسلامية نصرة المظلوم، من شيم المسلمين الأوائل الكمل نصرة المظلوم، وأن نقف بجواره وأن ندعمه وأن نشعره أنه ليس وحده، وإنما معه إخوة في الدين والعقيدة والإنسانية، يعني يتألمون لمصابه ويعملون لتخفيف هذا المصاب وتخفيف آلامه، ويعني يبذلون ما في استطاعتهم من أجل ألا يكون في ديار المسلمين مظلوم وألا يكون في ديارهم ظالم.